قبل ما يبدا الفيديو اخواتي حابب نوهكم على شغله انه انا بعد ما سجلت وصورت اكتشفت انه الميكروفون ما عم يسجل، فراح اضطر اعيف صوت الكاميرا، راح يكون شوي فيه شويه صدى بس ما راح ياثر كتير. فمشان هيك ما قررت اني اعيد وصور وكل شيء لانه اذا صورت من جديد راح تروح ردة فعلي. بترككم مع الفيديو. مرحبا، السلام عليكم، كيفكم اخواتي؟ ان شاء الله تكونوا بالف صحة وانتم عم بتشوفوا هذا الفيديو. بس لحظة شو عم يسجل؟ عم يسجل. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف صحة وانتم عم بتشوفوا هذا الفيديو. حاب احكي لكم شغلة انه انا زعلان كتير كتير. كل يوم صدمة أقوى من اللي قبلها. لانه قناتي صار فيها ابلاغين. اذا حابين تعرفوا انه ليش قناتي صار ابلاغين، الحقيقه انا قبل فتره نزلت فيديو للشباب اللي طالعه جديد باليوتيوب وما عم تعرف كيف تبلش، يعني مثلا برامج المونتاج، الشغلات اللي بحتاجوها كبدايه باليوتيوب. فعملت جمع لكل البرامج هدول وحطيتهم بفيديو واحد حتى افيدكم. وهي البرامج قلت انه بيستخدموها كتير مشهورين، والا اذا يوتيوبرتنا العظيمه هيلا غزال عملت ابلاغ للفيديو قال شو انا عم احكي اسرار عن شغله. طيب هذا البرنامج ما انت اخترعتيه ولا انا اخترعته ولا ابو احمد اخترعه، هذا البرنامج اخترعه الشخص ليفيد فيه كل العالم. فاخواتي حاب لكم انه قناتي بعد ابلاغ واحد رح تتسكر، فاذا حابين انكم تدعموني وتضلوا معي في قناه ثانيه الي اسمها مرسال فلوجز بالوصف، بتمنى تروحوا وتشتركوا. حاليا فيها تقريبا 5000 مشترك او هيك شيء. انا على اساس كنت افكر اني اعمل فيها فلوجات لكن انتهيت بالقناه. فاذا حابين اني اعمل فلوجات ان شاء الله انا مفكر اني اعمل فلوجات وراح انجح بهالشيء. وصلوا القناه الثانيه لل 10000 سبسكرايب، وبعرف انتم قد وقدود واحلى شباب. فمشان ما اطول عليكم بالفيديو، فيديو اليوم راح نشوف فيه مين هو شبيه ناصيف زيتون او مين هو شبيهي. راح نشوف كتير شبيهين الي ولناصيف زيتون ولكتير ناس اذا صار معنا وقت، لكن محتار اي صوره اني اخذها لناصيف زيتون لانه كلها فيها فوتوشوب. المهم نقوا معي. صحيح انتم شلون رح تنقوا؟ انا عم بقولكم نقوا معي، انتم ما فيكم تنقوا بس انا برايي هي الصوره ما حدا رح يختلف عليها. ناصيف زيتون يلي ما بيعرفه هو سوري. في حدا ما بيعرف ناصيف زيتون اصلا؟ هلا خلينا نروح للموقع. ايش الشبه ده ياض؟ هلا عن جد بيشبهه. لحظه خلينا نركز شوي. 29%. هلا الشيء اللي بيشبهه فيه انا بعتقد شكل الوجه يعني تقريبا قريب على بعض. هاي تشبه والله العظيم تشبه. تشبه. هلا انا اذا بدي اشبه البنت بالزلمه شو لازم تشبهه. تشبهه والله العظيم تشبه. خلينا نشوف شو قد 26%. هاي بربي هذا الموقع محشش يمكن يا زلمه، يعني جايب لي من الصين. هاي شو بربكم في شبه؟ ايه ياض ايه الحركات دي؟ هلا هاي ايه تقريبا الملامح. لا لحظه شوي. ايه الملامح تقريبا شوي قريبه. خلينا نشوف كمان مين في عندنا بالموسوعه. لا هي ما بتشبهه ابدا. هي يعني انت شعره هو اسمر. شو جاب ريبورت ما بعرف شو. المهم يا رجل بتشبهه قسما بالله بتشبهه. بس شو الشبه بيناتكم؟ انه انت بني ادم هو بني ادم ولا الباقي ما في اي شيء ابدا. لك الله هي يعني ناصيف زيتون عن جد اكثر شبيه حرام يا دنيا مش كده. اللي بيشبهوه كلهم تقريبا من الصين. خلينا نشوف صورة تانية لناصيف زيتون. والله ليش نشوف ناصيف زيتون؟ شوف ناصيف زيتون. خلينا نشوف مين هو شبيهي. وهلا طلعوا اشخاص على اساس انه هن بيشبهوني. خلينا نشوفهم سوا. هذا انت حتى التاج ما عم تستحي عليه. والله بيشبهني يا واد. شوفوا يا مين احلى. والله مين احلى. هلا بدي اسالكم انه انا احلى ولا هذا؟ انا طلعوا ضحكتي نص كيلومتر ما شاء الله. سنوني هيك نضاف ومبينات، بينما انت سنونك سنون ارانب يا زلمه. حطت لي تاج كمان. هلا انت شو شبهك فيني؟ ضحكت. يلا يمكن لانه انا عم اضحك عم يجيب لي ناس عم تضحك فمشان هالشي. اوه ماي جاد. ديسبينا مدري مين. خلينا نعمل سيرش على الفيسبوك. بالمناسبة يلي مو ضايفني على الفيسبوك خليه يلحق ويضيفني لانه رح يتعبوا ال 5000 بحث للاسم. هي كانت. ليش بالحب كله بيمشي بالعكس؟ ما بتحس له بيحس وبيتمنى. ولحد هون وصلنا لاخر الفيديو. اذا ما لكم حاطين لايك اضربوا بوكس لللايك، لانه اذا وصلنا هذا الفيديو ل 2000 لايك رح ينزل الفيديو الثاني بشكل اسرع بكتير. مشان هيك مثل ما شفتوا الحلقه متعوبه عليها. اذا حابين انه نضل ننزل هيك شيء مثل ما توصلوا ل 2000 لايك. والسلام عليكم يا مرسلي.
سلام. إذا حابين إنكم تربحوا بطاقة أمازون بقيمة 25 أورو أو 50 أورو، ما عليكم إلا إنه تشتركوا بالقناة وتضغطوا لايك لهذا الفيديو وتفعلوا الجرس وتضلوا متفاعلين معنا. واختيار الشخص رح يكون عن طريق برنامج، هو بيختار حدا منكم التعليقات ونتواصل معه عن طريق الإيميل.